لو جوزك متحكم تتحديه ولا تطوعيه؟ سؤال صعب، زي صعوبة المثل بتاع ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. المهم الزوج الشرقي بيحب ان هو يكون متحكم في كل حاجة، بس احيانا التحكم ده بيوصل لتفاصيل كتير جدا بتعمل مشاكل. وفي الحالة دي هل الصح اننا نطوعه ولا نتحداه ونحط حدود للتحكمات؟ تعالي وانا اقولك، بس الاول اعملوا فولو لايك علشان تشوفي كل فيديوهاتي. دي تحكمات. ما تلبسيش بنطلونات تاني، اقطعي علاقتك بصاحبتك الفلانيه، مش هنجيب حاجه بالقسط، مفيش مروح ولا مبيت عند اهلي، هنودي الولاد مدارس تجريبيه مش خاص، انا الراجل وانا اللي كلامي هيتنفذ. جمل بنسمعها كتير في اسر كتير بيكون فيها الزوج متحكم في تفاصيل وهو ممكن يكون فعلا ملوش دعوه بيها، والست يا عيني بتبقى هنا مش عارفه تعمل ايه. هل تطوع وتلغي شخصيتها ورايها تماما وتأدي ليه فروض الطاعه باعتباره كلامه هو اللي بيمشي وهو المتحكم في حياتها، وعلشان تريح دماغها وما تدخلش في حكايات وخناقات وقصص؟ ولا تتحداه وتقوله لا انا كمان طرف في حياتنا وليا رأي زيك بالظبط؟ في الحقيقة ولا ده حل مناسب ولا التاني حل ينفع. لو الست اتصرفت بأي طريقة من الاتنين اللي فاتوا فهي كده بتخسر يا اما جوزها يا اما نفسها، لان ما ينفعش تلغي شخصيتها ولا تبقى زنبلك او بغبغان بيقول حاضر ونعم وبس ودماغها مغسوله وما بتفكرش، ولا ينفع تقضيها جدل وخناق على كل صغيره وكبيره، ما هي ما تبقاش عيشه برضه. طيب ايه الحل؟ الست الشاطره هي اللي تخلي جوزها يعمل اللي هي عايزاه بكامل ارادته، لا مش بس كده، ويبقى كمان فاكر ان ده رايه هو وان هو اللي ممشي البيت. دي حاجات لو عرفتوها تبقى عمر. طب ازاي بقى الست تعمل كده؟ الست هتعمل كده لما تستخدم اسلحتها في تربيه غرور الراجل، بمعنى انها تديله وضعه في البيت وتحسسه ان الراي راي والامر امر، تتناقش معاه مش تجادله، وفي وسط الكلام تقول له تصدق انت وجهة نظرك صح، وعارف كمان لو عملنا كذا وكذا هتبقى عبقري. يقوم هو فاكر ان ده رأيه فعلا وانت نفذتيه، في حين ان انت حطيتي عليه التاتش بتاعك اللي غير الخطة خالص وخلاه يقولك بنفسه اعملي كذا وكذا. فخليكي ذكية، ولو قررت تتناقشي عشان تغيري وجهة نظره في حاجة اختاري الوقت والمود والروقان وخليكي على الهادي، دلعيه واقنعيه وتناقشي معاه بهدوء، وهو شوية بشوية هيلي. العند بيهد البيوت وحاضر ونعم على الفاضي والمليان برضه بتهد البيوت. قولولي بقى في الكومنتات بتتعاملي مع جوزك ازاي؟ انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.